بتصفية الفرق المشاركة على مستوى المحافظات من فئة الجامعات وفئة الأندية الرياضية لخروج إن شاء الله فريقين من كل محطة. وأيضا عندنا واحد حوار، وهو عبارة عن زي الفعالية زي المؤتمر أو المنتدى يلتقوا فيه الشباب مع عدد من المسؤولين في المؤسسات الحكومية. نحن سعيدين في هذه السنة بإطلاق النسخة السابعة من البطولة الوطنية للمناظرات، اللي تشمل في فئاتها فئة المدارس وفئة الجامعات والكليات والمعاهد والأندية الرياضية أيضا. طبعا الجديد في هذه النسخة أنه بإذن الله سوف يصاحب النهائيات أنشطة مصاحبة وفعاليات. من ضمن هذه الفعاليات إقامة معرض المناظرات، وهو يقام لأول مرة كنشاط مصاحب لبطولة المناظرات، بالإضافة إلى فعالية حوارية تجمع عدد من المسؤولين الحكوميين بالشباب للنقاش والتحاور في عدد من القضايا المرتبطة برؤية عمان 2040. وقد أسمينا هذه الفعالية بمسمى واحد حوار. النسخ الماضية كانت مرحلة التصفيات تم إجراءها وتنفيذها على طريقة الأونلاين، فبسبب طبعا الظروف الموجودة في تلك الفترة اللي هي ظروف كورونا وإلى آخره. فنوعا ما المناظرات وإنك تعملها أونلاين فهو مش جيد للبطولة نوعا ما. فهذه السنة إن شاء الله نعود مرة أخرى لمرحلة المناظرات في مرحلة التصفيات بالأسلوب الواقعي. نتأمل أنه هذا الموسم بإذن الله يكون موسم حافل. نتأمل أنه عدد الفرق المشاركة من مختلف الفئات يزيد عن السنوات أو النسخ الماضية. أيضا نتمنى أنه الفرق الأربعة المتأهلة من مرحلة النهائيات يحالفها الحظ بإذن الله في البطولة الدولية في قطر. البطولة تأتي في نسختها السابعة بالتعاون أو بالشراكة مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب. وعادة ما تكون هذه البطولة بصورة سنوية، ولكن السنة الماضية كان عندنا استضافة لبطولة آسيا لمناظرات اللغة العربية، وكانت بمشاركة 18 دولة، فارتأينا تأجيل المسابقة لهذا العام وتأتي بحلة جديدة بحيث تسهم في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040 بالشراكة مع وحدة تنفيذ ومتابعة رؤية عمان 2040. وحقيقة ستكون المسابقة أو البطولة على مدى مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة التصفيات، وهذه المرحلة بالذات مختصة بفئة طلبة الجامعات والشباب الأندية الرياضية. والمرحلة الثانية هي مرحلة النهايات، وستكون على مدى يومين، يوم لطلبة المدارس الفئة الأولى، ويوم للفئة الثانية اللي هي طلبة الجامعات وشباب الأندية الرياضية. وستكون الختام إن شاء الله في منتصف إبريل، ثم سيكون هنالك 4 فرق متأهلة للبطولة الدولية لمناظرات الجامعات باللغة العربية في الدوحة، التي ينظمها سنويا مركز مناظرات قطر.